تعالوا بقى يا جماعه شوفوا ايه اللي حصل معايا. جات لي زبونه قالت لي كان فاضل معايا القماش ده من بقيه موديل، فانا مش عارفه اعمل فيه ايه، وانا عندي فرح فعايزه اعمله حاجه لبنتي تلبسه. فقلت لها طب انتي ايه اللي في دماغك وكده، راحت قالت لي انا ما فيش حاجه في دماغي، شوفي انتي عايزه تعملي ايه، انا بشوفك بتعملي حاجات فعايزه ايه حاجه من الحاجات اللي انتي بتعمليها. فقلت لها خلاص ماشي. فكانت جايبه لي ده وكانت جايبه لي متر قماش اسود برضو. قالت لي اعمله لها بنطلون، قلت لها خلاص مش هتعمليه، قالت لي اي حاجه. وقلت لها خلاص مش خدت مقاسات البنت وبدات ان انا اعمل هنا كده زي ما انتم شايفين، ان انا اعرف بس هعمل فيه ايه، وبجمع القماش قدامي فمش عارفه هعمل فيه ايه. فالمهم بصوا هنا اهو بدات ان انا اطبق معايا، ووصلت ان انا هعمل اللي هو الايه بقى، هعمله بادي سهره على بنطلون اسود كلاسيك اللي هو الرجل الواسعه، وان شاء الله ايه يبقى يطلع حلو. تمام تمام، قالت لي خلاص ماشي اشتغلي. فاشتغلت وهنا بدأت ابص اشتغلت، حتى انا زهقت وسبته ورحت غيرت هدومي ورجعت تاني ليه، ما كنتش عارفة لسه هرسى على ايه. فهنا بص قصيت اهو كده معايا الدوران بتاع الظهر والصدر الاتنين مع بعض، ونزلت بالجيرو بتاع الكم. بعد كده بقى نزلت اهو بالجيرو بتاع الكم، والقماشة كانت رخمة جدا، انتوا عارفين القماشة دي بتبهدل الدنيا، ومش عارفة اقول لكم انا الصراحة عملت ازاي لغاية ما خلصته، وفي الاخر مفيش تقدير. راح بص بقى انا خلصت كده خلاص، وبقص بقى عايزه ايه، اكبر الحركه بتاعه الكم شويه. انتوا عارفين القماشه دي بتبقى رخمه قوي في شغلها. هنا بقى انا جبت الظهر بتاعي هعمله ساقط شويه عن الرقبه، وعملت له بطانه كمان عشان خاطر القماشه دي بتشوك، فبرضه ما عجبش في الاخر. بصوا انا جبت بتاع الحزام ده وقلت هعمل له حزام كده من ورا يتربط زي فلونكه، وان شاء الله يطلع حلو. هنا بقى جيت بدأت معايا هنا ابدأ الاول اركب القماشه دي، هي ما كانتش جايبه القماشه اللي هتعملها بطانه، فقلت لها اشوف لك حاجه عندي، فلقيت عندي حته زبده. وعايزه اقول لكم الزبده مع القماش قشر السمكه ده رخم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم طلع عيني عشان يطلع بالجوده دي بالحلاوه دي، وفي الاخر ما عجبهاش. فهنا بدأت اعمل معايا الظهر ده، الصدر قصدي. بس لما عملت معايا الصدر لقيت ان عايزه افتح الصدر شويه عشان خاطر الرقبه تبقى ايه شكلها حلو. وهنا فتحتها شويه وعملتها. وهنا بقى بصوا عايزه اقول لكم يا جماعه حرفيا والله انا اول مره اعمل حاجه والقرفه بتاعتها تطلع مش حلوه خالص. فهنا بصوا يا جماعه، هنا بدات اهو اقفل الجيرو، والناحية التانية برضو الكم التاني هجيبه، هبدأ كده اعمل معايا الكتف بعد ما ركبته هفكه، عشان خاطر انا عايزة هعمله زي ايه ساندوتش كده الاتنين جوه بعض، عشان برضو التلبيس من جوه. انتوا عارفين الاطفال لما بيجوا يلبسوا الحاجات دي بتبقى حاجة مضايقاهم، فما بيعرفوش يبقوا قاعدين مرتاحين. فانا اهم حاجة عندي برضو اللي جوه اهم من اللي بره، مش يبقى شكل بس من بره وجوه لا. فهنا هو بدأت اهو اقفل معايا فكيتها، وبعد كده رجعت تاني عملتها. وبصوا هنا برضو بدأت بس اعرش كده عشان لما اجي اقلبه ما يبقاش ايه في تخانات من جوه. وبدأت ادخل اتنين مع بعض اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين، وعملت الكتف. وكل حاجة بعملها بعرشها يا جماعة عشان خاطر برضو ما يبقاش ايه في تخانات كده وتضايق البنوتة اللي لابساها. وبصوا انا خلصت، فجيت بقى هنا لقيت الطول بتاعه هيبقى قصير قوي، فلقيت عندي ده معلش دي كده الحزام بتاع البادي. هعمل له حزام كده عريض ويتربط من ورا، يبقى عامل زي الفلون ايه زي الفيونكه كده من ورا، يدي منظر حلو. لانه انتوا شايفين اصلا قشر السمكه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلو لو اتعمل اي كيس مخده واحده لبسته هيبقى بسم الله ما شاء الله عليه جميل. فانا قلت بس اعمل فيه شكل كده من ورا يبقى شكله حلو. فجيت انا بدات اركب الدراعات الاتنين، وبعد ما ركبته هنا لقيت ان انا ركبته اصلا غلط، فبدات برضه افكه واعمله تاني. يعني لما بلاقي حاجه انا مركباها مش صح يا جماعه ما بمشيش على الغلط، بفك وارجع اعمل من جديد. لازم الحاجه تطلع حلوه عشان خاطر الواحد لما يجي ياخدها يبقى راضي راضي بيها. فهنا برضو فكيت الناحيه التانية وعملتها، عايزه اقول لكم قرفته كانت بسم الله ما شاء الله عليه، كانت حلوه قوي. وهنا بص بدات بقى اقفل الجناب معايا الاتنين، وبرضو البطانه. والناحيه التانية برضو هبدا اقفل كده واقفل البطانه معاها. وبعد ما قفلت جبت الحته ديت عايزه اعملها زي قمر كده لانه لقيته قصير قوي، فقلت شكله يعني مش هيبقى لطيف. اي نعم البنطلون هعمله اللي هو الكلاسيك ده اللي هو مش نازل رجله ضيقه لا رجله واسعه. بس طبعا التصوير وانا بقفل البنطلون مش هيبقى في الفيديو ده، هنزله لكم في فيديو تاني.
وهنا بدأت اقفل معايا الكمر كده خلاص. وعايزه اقول لكم الكمر ده غلبني برضو، عشان خاطر انا عايزه اقفله من جوه، الخيطه بتاعته ما تبقاش باينه، تبقى لوحديها. بس الحمد لله انا راضيه عن النتيجه في الاخر، هتشوفوها وتقولوا لي رايكم، ما تكسلوش بقى تقولوا لي ايه رايكم، ها، عشان انتوا بتتفرجوا، خشوا تتفرجوا حتى ما تتعلقوش ولا حتى تسيبوا لي قلب. بس كده بدات اركب بقى هنا اهو. بقى خلي بالكم التقفيل ده نضيف ومن جوه زي بره، مفيش خياطات، الخياطات كلها بتبقى مش موجوده. اي نعم بتزهق اللي قاعد على المكنه بيشتغل، بس والله الجوده بتبقى جميله. الواحد مننا من اي صنايعي يعني بيبقى قاعد شغال وشايف. بصوا لفت معايا ازاي، رحت فكتها وعدلتها. بصوا يا جماعه، الواحد ما بيمشيش على الغلط، بيفك. اي نعم طول ما الواحد شغال في المهنه دي بيتعلم. عارفين يعني ايه بيتعلم؟ هنا بقى حطيت دبوس وقلت لا خلاص بقى انا هثبت دبوس كده عشان اعرف اوله من اخره ويطلع ان شاء الله حلو معايا. بس كده خلاص عملته، وهبدأ بقى الف الدايره كلها كده على بعضيها. وهنا هبدأ كده اخلصه. بس بالله عليكم لو حلو يسيبولي تعليق وقولوا لي ايه رأيكم، وان شاء الله هيعجبكم. بصوا شكله في النهائي بقى عامل ازاي، اللهم بارك، جميل جدا وحلو. وبصوا البنطلون اللهم بارك جميل جدا جدا. وبصوا مش لازما يبقى في اي فرح يبقى فيه فستان، لا بصوا اللبس ده اللهم بارك برضو بيبقى في الاطفال بيبقى جميل وحلو. وشكله عامل ازاي. وعايزه اقول لكم يا جماعه هي لسه ما شافتوش للامانه، بس انا قلت اقول لكم كده عشان تتفرجوا على الفيديو، لانكم انتوا ما بتتفرجوش على الفيديوهات ولاقيكم داخلين كده زي ما دخلتوش بتبصوا كده، حتى ما بتسيبوش تعليق صغير. فياريت لو عجبكم الفيديو تسيبولي كده تعليق حلو من تعليقاتكم ده، يعني من كرمكم يعني. ولو ما عجبكوش برضو قولولي ايه تعليقاتكم، وان شاء الله يعجبكم. تعملوا بقى متابعه. وسلام.